علشان تقدر تستلم أرباحك بسهولة على منصة خمسات للعمل الحر وكمان تحمي حسابك من السرقة، لازم تعمل توثيق لحسابك على خمسات. وفي الفيديو ده هنتعلم ازاي نعمل توثيق لحسابنا بالتفصيل. خليك معانا. لازم تبقى عارف يا صديقي ان منصة خمسات حريصة جدا ان انت حسابك يكون متوثق. موقع خمسات بيقول ان حسابك لما بيكون متوثق ده بيكون فرصة كويسة ليك ان لو حسابك اتسرق او اتهكر هتقدر ترجعه بسهولة بمساعدة منصة خمسات. كمان منصة خمسات بتقول ان توثيق الحساب مهم جدا علشان يمنعوا عمليات الاحتيال اللي ممكن تحصل على المنصة، وكمان علشان يمنعوا عملية استنساخ الحسابات او ان الشخص يكون له اكتر من حساب على المنصة. واهم نقطة ودي اغلب اللي تحت 18 سنة بيدوروا عليها هي اقل سن او عمر علشان تقدر تشتغل على منصة خمسات. وخلينا اوضح لك النقطة دي بالتفصيل. خمسات بتقول ان هي حابة تتأكد ان انت مش اقل من 18 سنة علشان تكون كبير كفاية وواعي كفاية ان انت تقدم شغل بجودة عالية ويكون عندك التزام ومسؤولية تجاه العملاء بتوعك على منصة خمسات. ونصيحتي ليك لو انت اقل من 18 سنة، وخد بالك النصيحة دي مجرد اجتهاد شخصي ومش حاجة ممكن تكون حاجة مش قانونية اصلا في خمسات، فخد بالك وانت بتجرب. انت ممكن تخلي اخوك او اختك الكبار يعملوا الحساب باسمهم ويوثقوا الحساب باسمهم علشان تقدر تشتغل بسهوله على المنصه وتستلم ارباحك كمان. وخد بالك برضو اخوك او اختك اللي هيعمل الحساب باسمه هو برضو اللي هيعمل الحساب على الباي بال علشان تقدر تستلم ارباحك من منصه خمسات على الباي بال. وده طبعا حل مؤقت لحد ما تعدي 18 سنه. بس انت عارف المشكله في ايه؟ المشكله ان انت بعد ما تشتغل كويس على المنصه وحسابك او الخدمات اللي في حسابك تكون اتباعت وتعمل لها تقييم كويس وحسابك بقى شكله كويس وعملت شغل كويس على خمسات، وهوب عديت ال 18 سنه وحبيت تعمل حساب باسمك انت بقى خلاص علشان تبدا تستقل بنفسك، هتلاقي نفسك بدات من الصفر. واول طلب هيجي لك هيكون اصعب طلب لانك بتبدا حساب جديد تماما ما عليهوش اي تقييمات ولا ريفيوهات من عملاء اشترت منك قبل كده، فالموضوع هيكون صعب شويه. بس كل اللي اقدر اقوله لك ان انت لسه سنك صغير، فجرب مش هتخسر. كده كده انت سنك صغير، هتجرب كتير جدا وهتفرق معاك لما تكبر ان معرفتك وخبراتك هتزداد في المجال اللي انت بتدرسه او حابب تشتغل فيه. خلينا بقى ندخل على طريقه توثيق الحساب. طيب مبدئيا كده انت بتوثق الحساب بتاعك من خلال حسابك في حاسوب. ولو انت مش عارف، شركه حاسوب هي اللي بيندرج تحتيها موقع خمسات وموقع مستقل وموقع بكاليكا وموقع بعيد للوظائف الاونلاين، ودي كلها حاجات هنتكلم عليها في الفيديوهات الجايه. فتاكد ان انت مشترك في القناه علشان تشوف الفيديوهات الجايه. خلينا نرجع لطريقه توثيق الحساب. علشان تعرف انت ازاي بتدخل على حسابك في حاسوب اصلا، انت بتدخل عادي من منصه خمسات وبتنزل تحت خالص في اسفل الصفحه على اليمين بتلاقي كلمه حاسوب، بتدوس عليها بيدخلك على صفحه تعريفيه لشركه حاسوب والمواقع اللي بيندرجوا تحتيها. بتنزل تحت خالص على اليمين بتلاقي كلمه حسابك في حاسوب او حسابي، بتدخل على حسابي. اول ما بتدخل بتلاقي قائمه على ايدك اليمين بتلاقي فيها حاجات كتير ومن ضمنها توثيق الهويه، بتدوس عليها وبتدخل بقى على بياناتك الشخصيه. واهم نصيحه ممكن اقولها لك هنا، والنصيحه دي انا نفسي كنت محتاجها من 3 سنين لاني وقعت في مشكله اغلب الفريلانسرز او البائعين الجداد على منصه خمسات بيقعوا فيها، وهي حاجه بسيطه جدا بس ممكن تعمل لك مشكله في التوثيق نفسه او التوثيق ما يتوافقش، وهي ان الاسم الاول والاسم الاخير بتاعك. انت بتلاقي خانه في توثيق الهويه او في الصفحه بتاعه توثيق الهويه بتكتب فيها اسمك الاول واسم الاخير. اغلب الناس واللي انا كنت واحد منهم كنت بكتب اسمي واسم والدي اللي هو الاسم الاول والاسم الثاني اللي موجود في البطاقه، لكن كنت بعد ما برفق لهم صوره البطاقه بيلاقوا الاسم الاخير اللي هم عايزينه مختلف، لان هم عايزين اسم الجد الاسم الرابع الاسم الاخير في البطاقه. فحاول تتاكد ان انت بتكتب اسمك الاول واسمك الاخير الموجود في البطاقه اللي هو اسمك انت واسم جدك الاخير اللي موجود في البطاقه مش اسم والدك. بعد ما هتكتب اسمك الاول واسمك الاخير في الخانات المخصصه ليها، بعد كده تكتب الدوله بتاعتك وهتكتب تاريخ ميلادك. اتاكد ان انت كاتب كل البيانات دي مظبوطه، وبعد كده هتدخل على خطوات ان انت تصور البطاقه الشخصيه بتاعتك او الباسبور. البطاقه الشخصيه انت هتلاقي كل صوره خانه او زرار مرفقات هتقدر ترسله منه. فاول حاجه انت بتصور البطاقه بتاعتك وش وظهر بالموبايل عادي جدا، وبعد كده بتاخد سيلفي مع صوره البطاقه بتاعتك من الوش. تاخد سيلفي مع صوره البطاقه وبترفقها، دي اخر صوره انت بترفقها، وبعد كده بتلاقي زرار تحت مكتوب عليه ارسال طلب التوثيق. بعدها بكام ساعه او ممكن تاني يوم هيجي لك اشعار او ميل ان الهويه بتاعتك خلاص اتوثقت. ولو جالك مشكله بالرفض من توثيق الهويه هيجي لك سبب الرفض ايه، حاول تفهم السبب وتعالجه وتعيد تقديم الطلب مره تانية وباذن الله هيتوافق عليه. لو وصلت لحد هنا وحابب تتعلم اكتر عن منصه خمسات ومستقل وغيرها، اعمل لايك للفيديو واشترك في القناه علشان يوصلك فيديوهاتنا الجايه. وفي النهايه بالتوفيق ليك يا صديقي. سلام.